تعرف إن نوع المعاناة اللي قررت تعيشها هي السبب في إنك تعيش حياة سعيدة أو تعيش حياة مليانة بالوهم والمشاكل، وبعد فترة طويلة تكتشف إنك غلطان ومحتاج تعدل مسارك اللي اخترته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إسلام أسامة وتتفرج على قناة فهمني. فكرة القناة إن أقرأ كتاب وأفهمه بحيث إن أنا أوصل لك تجربة أشخاص وصلوا لمكانة معينة وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق، فلو حابب تستفاد اشترك في القناة. الجزء الرابع يا صديقي من كتاب فن اللامبالاة للكاتب الجميل جدا مارك مانسون. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن إنك شخص مش استثنائي ولكن شخص مدهش، فلو ما شفتش الفيديو انصحك تشوفه، هتستفاد جدا. وفي الحلقه دي يا صديقي هنفهم ان اختيارك للمعاناه اللي عايز تعيشها هي السبب في انك تعيش حياه سعيده او تعيش معاناه حياتيه، وانك لازم تغير قيمك ومعتقداتك اللي انت مقتنع بيها. فحضر كوب قهوه وصلي على النبي وندخل في المفيد. بيحكي لنا مارك عن قصه هيرو اونودا، وده كان ملازم في الجيش الياباني ايام الحرب العالميه الثانيه. بعتته اليابان هو وفرقته العسكريه سنه 1944 لجزيره لوبانغ في الفلبين، والهدف ان هم يقاتلوا بثبات ويحاولوا يبطئوا تقدم القوات الامريكيه، ودي مساله حياه او موت. وفي سنه 1955 وصلت القوات الامريكيه للجزيره واستولت عليها، واستسلم معظم الجنود اليابانيين باستثناء اونودا وثلاثه معاه. قرروا يهربوا ويشنوا هجمات على الجنود الامريكيه، وبعد 6 شهور من الفتره ديت ضربت امريكا قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناجازاكي، وكلنا عارفين الكارثه الانسانيه اللي حصلت. واستسلمت اليابان وما كانش يعرف اونودا ان الحرب وقفت، وتناه يشن الهجمات زي ما هو. طبعا الولايات المتحده واليابان عاوزين يوقفوا الموضوع ده، فحاولوا بكل الطرق ان هم يوزعوا منشورات بتقول ان الحرب انتهت ووقفوا القتال، واونودا رافض لكده لانه فاكر انها خدعه امريكيه والمفروض يكمل. وبعد فتره خلاص الحرب انتهت والجنود الامريكيه رجعوا لبلدهم، وسكان الجزيره عاوزين يرجعوا لحياتهم الطبيعيه تاني، يلاقوا اونودا لسه بيهاجمهم وبيحرق لهم المزارع، فقرروا ان هم يقتلوه عشان يوقفوا القتال ده. وبالفعل حصل القتال، في من الجنود اللي استسلم وفي منهم اللي اتقتل وما فضلش في النهايه غير اونودا. عارف الموضوع ده استمر قد ايه؟ استمر 25 سنه يا صديقي، ضيع نص عمره في قضيه انتهت من سنين. وده بيفكرني بحد اعرفه قضى حياته موظف في شركه من الشركات، وفي النهايه بعد ما طلع معاش الامن ما رضيش يدخله من باب الشركه، وده ببساطه لانه لما طلع معاش كان ليه اجازات وما خدهاش، فالمفروض يرفع قضيه على الشركه ديت عشان ياخد تعويض على الاجازات دي. وبالفعل كسب القضيه، ولما جه يستلم الشيك رفضوا ان هم يدخلوه من البوابه، فاستنى على باب الشركه لحد ما استلم الشيك. فبيقول لي ده جزاتي، ضيعت اكتر من 25 سنه في الشركه دي واشتغلت باخلاص وفي النهايه لا شيء. وقيس يا صديقي على ده حاجات كتيره، وانا من وجهه نظري والتي لا تقدر بثمن انه لو كان استغل الوقت الكبير دوت في انشاء مشروع كان زمانه حقق ثماره دلوقتي وكسب اكتر بكتير من الوظيفه. وده اللي قلت عليه في سلسله الاب الغني والاب الفقير والتدفقات النقديه، ممكن ترجع لها هتفيدك كتير. المهم بيقول لك اليابان بعد الحرب ما انتهت بفتره ان مفيش خلاص حد على الجزيره وكلهم ماتوا، لحد سنه 1972 سمعت اليابان بمقتل كوزوكا، وده كان جندي مع الملازم اونودا، فقالوا ممكن الملازم اونودا لسه عايش، وراحوا باعتين جنودهم يبحثوا عنه، وللاسف ما عرفوش يوصلوا. شفت انت المثل اللي بيقول لك يوضع سره في اضعف خلقه؟ اهو هو ده نوريو سوزوكي، وده كان شخص متشرد وفاشل ومفيش رجا منه اصلا. قرر ان هو يغامر ويعمل 3 حاجات نفسه يحققها. الاولى ان هو يلاقي الملازم اونودا، والثانيه يلاقي دب الباندا، وبعدين يلاقي رجل الثلج المخيف. هتقول لي هيستفاد ايه؟ انا مش عارف، بس اقول لك على حاجه، ساعات الواحد مننا بيعمل حاجات لا اراديه ومش عارف هو بيعمل ايه الا بعد فتره لما يسال نفسه هو ايه اللي انا كنت بعمله ده. يعني مثلا بتاكل اكل مش صحي لمجرد ان انت بتحبه فمكمل، او عايش في اللفلفه واخد بالك انت، وفي النهايه ما بتختمش زي ما احنا عاوزين برضه، وحاجات انت اكيد ادرى بيها مني، بس بنكتشف بعد فتره طويله اننا كنا غلطانين، بس المشكله بتبقى بعد فوات الاوان. المهم صاحبنا دوت حضر شنطه وراح الجزيره، وبعد 4 ايام قدر يلاقي اونودا ويفهمه ان الحرب انتهت والمفروض ان هو يرجع، وقعد يومين معاه وقرر يكمل رحلته، وقدر يعثر على دب الباندا ومات وهو بيدور على الرجل الثلج المخيف في جبال الهيمالايا. كم هو محزن يا صديقي انك تعاني من اجل لا شيء. في سنه 1974 اونودا عاد لليابان، وده كان بمثابه شهره كبيره ليه، استضافه من التلفزيون والاعلان والحاجات الكتيره اللي احنا عارفينها. وبالرغم من ده كله جاله اكتئاب لانه لقى ان القيم اللي عنده واللي كان بيحارب عشانها مش موجوده واتمحت.
فين القيم والتضحية والولاء اللي اتربى عليها؟ كل ده اختفى، وحاول يستخدم شهرته عشان يعزز القيم دي تاني، ولكن محدش سمع ليه فدخل في حالة اكتئاب. وفي سنة 1980 قرر يسافر البرازيل ومات هناك. وده ياخدنا لنقطتين مهمين، الأولى وهي الاختيار، والتانية وهي القيم والمقياس. وتعالى أقول لك يعني إيه الاختيار. إنك تقرر تختار هتعيش إزاي، زي مثلا مقرر إنك تكمل في شغل أو مهنة أنت مش حاببها وما بتسعاش لحاجة تانية، وده أنت عارف هياخدك لفين، مع إن المفروض مش حابب شغل أدور على شغل تاني، مش آخر المطاف يعني، أو أفتح مشروع أنا فاهم فيه وحابه ومش حاطط إيدي على خدي وخلاص. وما تزعلش من كلامي، زي بالظبط مع إينودا، اختار إن هو يعيش حياة كلها معاناة وما فكرش اللحظة إن هو يراجع نفسه ويشوف اللي بيعمله ده صح ولا غلط. وده موجود في حاجات كتيرة في حياتنا زي الجواز أو اختيارنا لأصدقائنا. بسأل نفسك دايما اختيارك ده صح ولا غلط، ولو هو غلط عيد تاني وراجع نفسك واختار الصح. وده اللي بنقول عليه المعاناة اللي بتؤدي للسعادة. زي ما بتتعب وانت بتربي ابنك بس في النهاية ان شاء الله نتيجة طيبة، بتذاكر وتجتهد ويطلع عينك عشان توصل للي بتتمناه، تفتح مشروع وتسهر عليه وتحاول دايما تطوره عشان في النهاية تحقق انجاز وتحقق ذاتك. فدايما المعاناة يا صديقي لازم يبقى ليها معنى وليها هدف حقيقي. وده ياخدنا للنقطة التانية اللي هي القيمة والمقياس اللي احنا بنقيس بيه وبنحكم على موقفنا من خلاله. بيقول لك مارك كان ليا اخ وكنت بتضايق منه جدا، دايما ببعت له رسائل وما بيردش عليا، وكنت بحكم عليه ان هو مش مهتم والمفروض ان احنا اخوات ويبقى في تواصل كتير، وده كان بيزعجني قوي. فالقيمة يا صديقي اللي كانت عنده ان هم اخوات، والمقياس ان المفروض يبقى في اتصال ما بينهم كتير، وده اللي خلاه متضايق. تفتكر ده صح؟ ايوه. لا مش صح. مش معنى ان علاقتي بيك كويسه وطيبه ان لازم يبقى فيه تواصل كتير، وكمان في محبه وعشره ما بيننا ما تنساهاش. فما تحكمش ان مش فارقه معايا ومش مهتم بيك، وده حصل معايا. لو حد احتاجني ضروري، لو عندي ايه اسيب اللي في ايدي واروح له، ادام اتصل بيا واحتاج مساعده اكيد محتاجني ضروري. اما بقى في بعض الظروف مش شرط اروح، يعني اصحابي كان بيزعلوا مني لما ما كنتش بروح اقعد معاهم على الكافيتيريا، والمفروض ان ده ما يزعلهمش. في عندي اولويات، في ظروفي الشخصيه، في الفيديوهات اللي انا بحضرها لك دلوقتي، في حاجات كتيره مش شرط اقولها لك، فلازم نراعي بعض. وده يلفت نظرنا النقطة انك لو ما حاولتش تغير من قيمك والمقياس اللي بتحكم بيه وتعدله، هينتهي بيك الحال انك هتحس دايما بالذنب والفشل. وده كلام مارك. بيقولك سنة 1983 كان في فرقة موسيقية كانوا هم على وشك ان هم يسجلوا اول ألبوم ليهم، وقبل يومين من التسجيل الفرقة طردت عازف الجيتار اللي معاهم، وده كان موهوب جدا من غير اي انذار سابق. ما تعرفش ده سببه غيرة ولا سببه ايه، فقعد يسأل نفسه هم ليه عملوا معايا كده وانا عملت ايه اصلا، واقسم ان هو لازم يندمهم على اليوم اللي طردوه فيه. وبدأ يعمل فرقته الجديدة ويختار افضل الموسيقيين فيها، وبعد سنة دخل ألبومهم الاول القائمة الذهبية، وحققت الفرقة شهرة كبيرة وباعوا حوالي 25 مليون نسخة من ألبوماتهم. ولما جه استضافوه قال لهم بالرغم اللي حققته ده اعتبر نفسي فاشل. وده يا صديقي لانه بيقارن نجاحه بفشل الفرقه اللي طردته، وعشان الفرقه اللي طردته محققه نجاح زيه وهو بيتمنى انها تفشل وما حصلش كده، فهو دايما حاسس ان هو فاشل. المقياس اللي راسخ في دماغه ان هم طردوه ولازم يندموا ويفشلوا وهيتنيه كده على طول. لو هو تناه مستمر في اقناع نفسه ان نجاحه مرتبط بفشله، زي ما تلاقيك بتكره حد عشان كل عليك فلوس او ظلمك وانت مش بايدك تعمل حاجه، وعشان كده بتتمنى له الخساره والفشل طول الوقت، وطول ما انت عايش مش حاسس بسعاده. حتى لو انت نجحت وبقيت حاجه، طالما هو ما حصلوش حاجه وحشه انت مش مبسوط. مش ده اللي بيحصل؟ هو مش لمعظمنا عشان ما احكمش برضه، بس بيحصل. بس تعال نفكر فيها بالراحه. الشخص اللي انت بتتمنى له الاذى ده، نفترض حصل له اللي بتتمناه، انت استفدت ايه؟ هتقول لي حقي ورجع لي وانا حسيت براحه نفسيه. هقول لك طب ما تحس بالراحه النفسيه ديت سواء حصل له او ما حصلوش، وسيب الباقي على ربنا. حقك هيرجع لك صدقني. لو ما عملتش كده هتنيك دايما عايش في حزن. وبالمناسبه ديت كان في شخص تاني اسمه بيست، وده كان عازف برضه في فرقه موسيقيه، وبسبب الغيره ما بينهم قرروا ان هم يستغنوا عنه، وطلبوا من مدير الفرقه ان هو يطرده. ولكن مدير الفرقه قرر ان هو يتكلم مع بيست وقال له ان الشباب في الفرقه مش عايزينك معاهم، فقرر ان هو يخرج من الفرقه ويمشي. وبعد فتره من الحزن دخل في حاله اكتئاب وقرر ينتحر، وقدرت امه انها تنقذه ويعدل رايه ويحاول ينتبه لحياته تاني. ولما عملوا معاه مقابله سنه 1944 سالوه انت ايه اللي حاسس بيه دلوقتي؟ فقال لهم ما كنتش احس بالسعاده دي دلوقتي لو كنت بقيت مع الفرقه، فالان انا اكثر سعاده. وده لانه اختار قيمه ومقياس مختلفين، اسره جميله وزواج وحياه مستقره، وكمل في عزف الدرامز وعمل البومات جديده، وقرر ان هو ينسى ان المفروض يبقى عنده شهره كبيره، ولكن باختياره ده
اصبح اكثر سعاده. فالفكره اللي بحاول اوصلها لك انك تحاول تراجع نفسك باستمرار على المعتقدات اللي راسخه في دماغك، وتحاول تقيمها، وتحاول تسال نفسك هي صح ولا غلط، وتعيد مسارك تاني وتختار القيمة والمقياس اللي هتبني عليها حاجات كتيرة هتغير من تعاملاتك في الحياة. ومن هنا انتهت حلقتنا، ومستنيك في الحلقة الجديدة واللي هتعرف فيها انك في حالة اختيار دائم، انك تتنيك تلوم الظروف والاشخاص اللي حواليك او تقرر تتحمل المسؤولية. ما تنساش بقى تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.